لو لقيتِ الولد أو البنت أخدوا جنب كده وابتدى يرسم حاجات غريبة، أوضاع غريبة، أشكال غريبة، لازم تدققي في كل الحاجات دي، ممكن يكون عايز يوصّل لِك حاجة بس هو مش عارف يقولها لِك ببُقُّه، فبيضطر يلجأ لحاجة زي مثلًا الرسم، بيطلّع فيها أي حاجة جواه، فركّزي في الحاجات اللي شبه كده لإن هي ممكن جدًا توضّح اللي جوّه الطفل ده. مهم جدًا إن ابنك يكون نشاطاته كتير، يعني يكون بيتحرّك في أماكن كتير، يكون بيروح نوادي، يكون بيروح دار تحفيظ قرآن، يروح أماكن بتعلّم كمبيوتر أو AI. ابنك لازم يكون عنده دايرة كبيرة من العلاقات والاجتماعية، عشان ده بيخلق جواه جرأة، وبيخلق جواه حاجات بتخلّيه يعرف يتكلّم، بتخلّيه يعرف يعبّر عن نَفْسه أكتر. على فكرة وارد جدًا إن طفلك يكون بيتعرّض للتحرُّش وهو مش قادر يعبّر عن ده، مش قادر يقول لك. وعشان أنت حذّرته من الموضوع وكنت aggressive معاه وكنت شديد معاه وأنت بتنصحه، الولد خاف من النصيحة، خاف منّك، خاف ييجي يحكي لك، ودي حاجة مهمة جدًا. العيال الصغيّرة بتخاف وتحت الخوف ممكن تعمل أي